ازيكم يا فراشاتي؟ بنبدأ ملخصنا مع سو متجوزة بقالها 3 سنين من الشخص اللي هي بتحبه، فنغ ابن عيلة فو العيلة الثرية. لكن في ال3 سنين دي طلقها 8 مرات، ودي المرة التاسعة. وكل مرة كان بيطلقها فيها بعدها بشهر بيرجع تاني يتجوزها. لكن هي قررت ان المرة دي تكون غير كل مرة، والمرة دي هي اللي هتسيب البيت. كل مرة كان بيطلقها فيها كان هو اللي بيسيب البيت ويرجع ليها بعد شهر. كل مرة كانت بتترجاه إن هو يفضل معاها وما يسيبهاش، وفي كل مرة كانت بتخليه ياخد الأدوية بتاعته وتحضر له حاجته وتقول له خلي بالك من نفسك. لكن مش كان بيهتم بيها. ما كانتش عارفة تصدقه لما بيرجع تاني ويقول لها أنا بحبك ولا هو فعلا ما بحبهاش. وبتلاقي حبيبته بترن عليه. بتفتكر لما في ليلة خدت التليفون من جنبه وهو نايم، لقيت المحادثة ما بينهم لما هي بترجع للصين. هو بيروح يقابلها وبيكون معاها، وفي كل مرة بترجع هو بيطلقها، وبعد ما هي بتسافر بيرجع تاني يتجوزها. قررت المرة دي إن هي تسيبه. بنشوف صديقتها المخلصة ليها بيكونوا بيشتروا مجوهرات، بتلاقي عشيقة جوزها موجودة معاها، أو بمعنى صح عشيقة طليقها دلوقتي. فيجي يسأل سو انتي بتعملي ايه هنا؟ جين تقوله انت ناسي اللي انت طلقتها؟ حلو اللي انت خلصتي من الأشكال دي. بعدين بنشوف عشيقته بتمسك سلسلة نفس السلسلة اللي هو كان هداها لسو، لكن بيقول لعشيقته إن السلسلة دي مش من قيمتك وإن هي رخيصة. فبتيجي قلع السلسلة وبترميها له، وتقوله فعلا إن دي حاجة رخيصة والواحد لازم ما يمتلكش أي حاجة رخيصة ويطلعها برا حياته. بتسيبه وبتمشي. هو في يوم بتلاقيه جاي وماسك إيديها. بتستغرب هو ليه جاي يشوفها، عمره ولا مرة عملها. لكن بيفاجئها بإن هو بيقولها يا ريت ما ترجعيش البيت الأيام دي، لأن دلوقتي عشيقته عايشة معاه في البيت عشان هي يعني المرة دي سابت البيت ومشيت. لكن الجو بمطر، وقبل ما تقوله إن هي مش عايزة تراجع البيت تاني، فهنا عشيقته تكلمه وتقوله أنا خايفة. بتكون خايفة من الرعد والمطر، وبيسيبها تحت المطر وبيروح لعشيقته. وتاني يوم بكون قاعدة هي وجين اللي بتقولها اللي انتي لازم تاخدي قرارك المرة دي وما ترجعيش فيه، ولازم تسيبيه. بس الغريبة إن هو كان في الأول لطيف معاكي وكان باين اللي هو بيحبك ومهتم بيكي. بتفتكر لما هي كانت في سباق ووقعت، وهو جري عليها وشالها وكمل بيها السباق، وإن هو كان على طول لطيف معاها ومهتم بيها. ولما توظفت عنده في الشركة ما كانش بيسمح لأي حد يوجه ليها كلمة أو يهينها، وكان على طول واقف جنبها وبيحميها. ولو حد قال لها أي كلمة كان مستحيل إن هو يقعد في الشركة دقيقة واحدة، وكان بيطرده. وهنا بتستغرب هو إيه اللي حصل، هو فعلا ما بيحبنيش؟ وبتشوف إن هي لازم تسافر بعد يومين. ولكن فجأة بتيجي العشيقة اللي بتمسك الكوباية المية وبترميها عليها وتقول لها انتي عاوزة ايه؟ أنا دلوقتي متطلقة وهو معاكي. فبتقول لها ليه وانتي مفكراه إن هو هيحبك وهيجيلك؟ أنا جاية بس عشان أعاقبك على امبارح زي ما انتي عملتي مشاكل وخليتيه إن هو ما يجيليش. ونعرف إن هو مش راح لها امبارح لما كانت خايفة. لكن جيني تقول لها ما تروحي بقى وتشبعي بيه، ما هي سابتهولك وتطلقوا. فتضحك كده أول ما تشوف فنغي جاي. وبتقولها أنا هوريكي دلوقتي هو بيهتم بمين. وبتمسك الكوباية وبتعور نفسها. فنغي يجي بيمسك سو بيخبطها في الحيطة ويقول لها ازاي تتجرأي اللي انتي تأذيها وتمدي ايدك عليها، انا هخليكي تندمي. هو بياخد عشيقته وبينقلها للمستشفى. جين بتاخد سو وبتوديها المستشفى وهي اللي بتهتم بيها. لكن فانغ بيجي وبيشدها من على السرير وبيرميها على الأرض ويقول لها أنا هخليكي ازاي تندمي. انتي ليه عاوزة تأذيها وليه بتغيري منها؟ انتي لازم تروحي تركعي على رجليكي وتعتذري منها. فهنا تقوله أنا مش أذيتها، وبرفض إن هو يسمعها إن هي تقول حاجة. لكن هي تقوله أنا مش هروح أعتذر، أنا مش أذيتها في أي حاجة ومش غلطت. فيقول لها أنت لازم تعرفي لو مش اعتذرت وهي قبلت الاعتذار ده أنا مش هتجوزك. وبيشدها من إيديها كده وبياخدها وبيرميها في الممر، وبيقول لها معاكي من هنا لبكرة لازم تعتذري لها، غير كده أنا مش هتجوزك للمرة العاشرة. تاني يوم بنلاقيها إن هي في المطار، وبتشوف المحادثة اللي بينها وبينه اللي بيكون ما فيهاش أي حاجة غير إن هو كان بيبعت ليها في كل مرة العنوان والميعاد الزفاف وهي تيجي تحضر ويتجوزها مرة في التانية في التاسعة، والمرة دي بيبعت ليها للمرة العاشرة عشان يتجوزها. وهنا بيكون مستنيها لكن بيقولها لازم تعتذري من عشيقتي الأول. بعدين بيلاقيها إن هي اتأخرت، بيبعت ليها رسالة تاني بيلاقيها إن هي عملت له حظر. لكن فجأة العروسة بتدخل وبتكون مغطية وشها، بيكشف الطرحة بيتفاجئ بإن دي عشيقته وإن هي مش سو.
وهنا تتفاجئ إن هو مش عاوز يتجوزها هي، ده هو مستني سو بتقوله أنت مش وعدتني اللي احنا هنتجوز وإن حفلة الزفاف دي معمولة عشاننا أنا وإنت، لكن بيسيبها وبيمشي وبيروح على منزل سو، والمساعد بيفضل يخبط على الباب لما عجوزة بتيجي وبتقوله إن البنت مشيت الصبح وكان باين عليها الحزن جدا وإن هي كانت منهارة. وبعدين بيكلمها من تليفون المساعد وبترد عليه، وهنا بقول لها ارجعي عشان نتجوز، انا بعتلك العنوان ليه مش جيتي؟ فبتقوله ان هي خلاص مش عادت عاوزة تكمل معاه، وان هو يفضل دلوقتي مع حبيبته اللي هو بيحبها، وان هو مش حابها اصلا، فهي ليه كل مرة تستناه. وهنا ميعاد الطيارة بينادوا عليها وبتقوله ان هي هتبعد عن حياته وان هي مش عادت عاوزة ترجع له تاني خالص، لكن هو بيكون عاوز يلاقيها بأي طريقة، وبحس للحظة إن هي هتضيع من إيديه. بيجري على المطار وبيفتكر ذكرياتهم سوا وبيفضل يدور عليها، لكن العشيقة أصحابها بيقولها وبيقولولها إيه اللي هو عمله ده وإزاي يحرجك كده قدام الناس، انت لازم تكلميه فورا ولازم تخليه يجي فورا، لأن الناس دلوقتي بقت عمالة تتكلم عليكي وتقول إن عريسك سابك. فبيتكلموا مش بيرضى يرد عليها، ولما بيرد بيقولها إن هو مش جاي، لكن فجأة المساعد بيكلمه وبيقوله إن سو رجعت تاني وإن هي مستنياه في قاعة حفلة الزفاف. بيجري فورا بيجري على قاعة حفلة الزفاف، وأول ما يشوفها كده من ظهرها بيفتكر في كل مرة كان بيجي يتجوزها فيها وهي بتكون مستنياه. بيجري عليها وبيقول لها أنا كنت عارف إن أنت مش هتسيبيني، أنا عارف يا سو إن أنت بتحبيني، لكن يلاقي عشيقته هي اللي بتبصله وهي اللي كانت مستنياه. فيقول للمساعد أنت مش قلتلي إن سو هي اللي هنا؟ فالمساعد يقوله إن هي أجبرتني على كده، قالت لي لو أنا مش خليتك اللي أنت تجيلها فورا فهي هتشوه سمعة السيدة سو وتقول لكل الموجودين اللي أنت كنت بتحبها وخاطبها هي، وإن السيدة سو هي اللي دخلت ما بينكم وأغرتك وخلتك اللي أنت تتجوزها. لكن هنا بتهدده إنه هي هتقتل نفسها لو هو مش اتجوزها لأنه بده يسيبها ويمشي. فيجي حاضنها وتقوله هي سابتك ومشيت ومش اهتمت لكرامتك، لكن أنا هفضل هنا جنبك على طول، ومش مهم اللي احنا نتجوز النهاردة في أي يوم تاني، بس انت تخليك معايا وسيبها هي تمشي. وبيوافق على كلامها. سو بتكون وصلت خلاص للمدينة اللي أهلها ساكنين فيها، لكن مش هما اللي بيجوا يستقبلوها، ده شاب وسيم اللي بيجي وبيكون ابن أكبر عيلة غنية في المدينة كلها، السيد جي اللي بيقدم ليها نفسه بيقول لها اللي أنا خطيبك، وبيكون ده تحالف بين العيلتين، جواز يعني تجاري، لكن بتبصله كده وبتقول إن هو شكله كويس. فيها إيه لما أسمع كلام أهلي المرة دي؟ ما أنا سمعت كلام قلبي قبل كده. وتاني يوم بيحضر ليها موعد غرامي عشان يطلب ايديها فيه، بتلاقي ان هو واقف ومستنيها معاه بوكيه ورد بصراحة يجنن. هو بينزل على رجليه وبيطلب منها ان هي تقبل تتجوزه، بتبصله كده وبتقول انا حاسة ان هو صادق في الكلمة دي، غير فنغ لما انا كنت معاه وكنت بحبه ما كنتش بحس بأي كلمة هو بيقولها لي. هو هنا فنغ بالمساعد بيعرفوا ان خطيبة السيد جاية للمدينة، فلازم يروحوا يستقبلوها أو يبنوا كده صداقة ما بينهم عشان يقدروا يقابلوا السيد جي ويعملوا معاه استثمار كبير بيزنس. هنا بقى بنشوف إن خطيبة السيد جي اللي هي سو رجعت تاني للمدينة. هنا بيوقفها بقول لها إيه اللي رجعك بعد 3 شهور؟ انت جاية دلوقتي عشان انت اشتقتيلي مش صح؟ والعشيقة تقول لها اصل انتي مشيتي من غير ما تعرفي انتي زعلانة منه في ايه عشان كده هو زعلان. هو يقول لها انتي مفكرة اللي انتي هتصالحيني بالهدية اللي انتي جايباها دي؟ فهنا تبصله كده وتقوله من قالك اللي انا جاية اصالحك؟ هو اللي انا جايبة الهدية دي عشانك؟ انا جاية هنا عشان حاجة تانية خالص. قال لها انتي مش في حاجة ليكي هنا غيري انا، وانا عارفة ان انتي ما تقدريش تعيشي من غيري. والتانية تقول لها انا ما فيش بيني وبينه اي حاجة، انتي ليه فهمتي الموضوع غلط، احنا مجرد اخوات. ففنغي يقول لها شايفة هي بتتفهم ازاي وبتهتم بشغلي، يا ريتك كنتي تعملي كده زيها بدل ما انتي قرفاني على طول في حياتي. لكن المساعد يجي يعرفه ان كل ركاب الطيارة نزلوا وانه مش قدر يلاقي خطيبة السيد جاي. فالعشيقة تقوله مش مهم، احنا مش استقبلناها، نستقبل السيد جاي المرة الجاية. وبعدي يوم واتنين وبكون باله مشغول، هي ليه سو مش اجت تصالحني لعندي دلوقتي، وعشقته بتيجي تعرفه ان السيد جاي وصل خلاص ولازم نعمل حفلة عيد ميلادك ونعزمه عليها. لكن بيكون سو عامله له حظر وبكون عاوز يكلمها،
فبيكلمها على التليفون الأرضي وبيسيب لها رسالة صوتية بإن هي لازم تيجي وتعتذر وتركع تحت رجليه، لكن بيلاقيها عاملة له خاصية إن الرسالة الصوتية كمان تتحذف وإن هي ما تسمعهاش. بيروح على الفندق اللي هي بتعمل له فيه كل سنة عيد ميلاده، وبيلاقي موظفة الاستقبال بتيجي بتطلب منه إن هو لو حابب يلقي نظرة على قاعة الاحتفال بعيد ميلاده، وإن السيدة سو إجت النهاردة وحضرت الحفلة. وهنا بنلاقي إن سو وجين موجودين، لكن بتجهز الحفلة دي لاستقبال خطيبها جاي اللي عمل حاجات كتيرة جدا عشانها في خلال 3 شهور دي. ففانغ قال اللي أنا مش هقبل اعتذارها كده بسهولة، لازم تركع تحت رجليا قدام الناس وتعتذر مني. فهنا السيدة العشيقة قالت أنا هروح أصلح ما بينكم وأطلب منها إن هي تعتذر، لكن طبعا بتروح تستفزهم بالكلام. وهنا بقى لما جين ترد عليها بتيجي رامية نفسها على الأرض وتقول أنا جيت بس عشان أصلح ما بينكم، لكن معرفش ليه هما بيعاملوني بالطريقة دي. فيزعق ليها ويقول لها انت لازم تركعي تحت رجليها ورجليا قدام الناس وتعتذري لينا. انت ليه بتغيري بالطريقة دي؟ مفيش حاجة بيني وبينها، انت ناس اللي انا طليقتك مش مراتك عشان تديني اوامر واسمعها. انا مش هعتذر. قال لها انا مش هاجي الحفلة دي. قالت له مش تيجي، هي اصلا مش معمولة ليك، وبتسيبه وبتمشي. لكن بيجي بالليل هو وعشيقته عشان السيد جاي اللي باعتين ليه دعوة عشان يستقبلوه، لكن سو بتيجي تتفاجئ بيهم وكمان داعيين أصدقائهم اللي بيفضلوا يغلسوا عليها ويقولوا عليها إن هي بتجري ورا فانغ بعد ما يطلقها 9 مرات. وفانغ يقول اللي هي لازم تعتذر قدام الجميع وإن هي ترجع تحت رجليا عشان أقبل إن أنا سامحها. مين قالك يا شاطر اللي أنا لسه مهتمية بيك؟ لو كنت مش مهتمية ما كنتيش عملتي عيد ميلادي. قالت له بس ده مش عيد ميلادك ولا معمولة عشانك. فعشقته تقول لها ما تخليهوش يزعل أكتر من كده. فتيجي زقها سو وتقولها عندك اشبعي بيه، هو ما عادش يلزمني. قالت لها انتي عارفة ان هو بحبني من زمان، من أيام الطفولة، لكن انتي جيتي وخدتيه مني. فسو تقوله أنا بقيت بحس بقرف كبير جدا لما ببصلك انت وهي. فيمسكها كده وعايز يضربها، لكن جاي بيجي ينقذها من تحت ايديه. فبقوله انت مين؟ قال له انا خطيبها وانا الشخص اللي انت بعتله اكتر من دعوة عشان تقابله. فقالت له اصل ده السيد جاي. قال لها انت مجنونة، انت جايبة واحد يمثل شخصية غنية ويحتل شخصيته؟ ده انت هتروحي في 60 داهية، ده كله عشان تضايقيني. فجاي يقول له مش دي البطاقات اللي انت بعتها لي النهارده؟ فقال له دي كلها مزورة، يقدر اي حد يزور خط ايدي عادي، هو انا هخليكم تروحوا في 60 داهية؟ ما كنتش اعرف اللي انتي هتعملي تمثيليه كبيره كده عشان اغير عليكي وارجع لك، لا ده انسي. فطلبت ليهم الامن يرموهم برا قاعه الاحتفال، والمساعد بيجي يعرف فنغ ان الفندق قدم شكوى في مركز الشرطه بانهم عملوا ازعاج لعملائهم، والمفاجاه ان الشكوى دي متقدمه باسم العشيقه وبس. فنغ بحاول يحل لها الموضوع مع الفندق، لكن إدارة الفندق بترفض أي تفاوض. هو هنا بقى بتنهار وتقول له انت هتسيبهم ان هم يسجنوني؟ مستحيل استحمل يوم واحد، عاوزني اقعد في السجن. قال لها استحملي عشان بس اخلص الشغل بيني وبين سيد شي لما اقابله. فبتمسك له السكينه وبتقول له انا هموت نفسي، انت عاوزني اللي انا سجن وانت تروح تتجوزها تاني؟ فهنا بيمسك ايديها وبقول لها ما تخافيش، انا هعوضك عن الاسبوعين ده، هم 15 يوم بس هتقعديهم وهنتجوز بعد انتي ما تخرجي بالسلامه. وبيطلب من المساعد ان هو ياخدها يسلمها لمركز الشرطه. ووالدة فانغ بتعرفه ان الجده اللي هي جده جاي جايه للصين وهيحتفلوا بعيد ميلادها، وانه بعتولهم دعوه ذهبيه. بيقول لها ازاي قدرتي تحصلي على الدعوه دي؟ عرفته ان في قرابه تجمعها بالجده دي من بعيد، وان هو لازم يحضر ويكون معاه زوجته، وان هو يستغل الفرصه دي عشان يعمل استثمار كبير مع العيله دي. وفانغ بيطلب من المساعد يشوف له مكان سو فين عشان يروح ليها ويطلب منها ان هي تيجي معاه الحفلة دي. لكن هي بتقوله ليه يعني المرة دي؟ ما انا كنت مراتك وكنت بترفض ان انا اروح معاك. قال لها ده شيء وده شيء تاني، بس عمال حسابك مش هاخدك غير لما انت برضو تنزلي تحت رجلي وتعتذري. قالت له مش عاوز اروح، كنت زوجتك وكنت بتستعر مني ومش كنت عاوز تعرف الناس اللي انا زوجتك، دلوقتي جاي عشان تاخدني معاك وتعرف الناس اللي انا زوجتك هو انا طليقتك؟ فقال لها انا اوعدك اللي احنا هنتجوز من تاني عادي،
بس الأول لازم تركعي تحت رجليا وتعتذري. بتسيبه وبتمشي، بيوقفها وبقول لها انت رايحة فين. بنلاقي ان هي كانت مستنية اصلا جاي اللي بيجي ينقذها من تحت ايديه، وبقول لها انت رايحة فين، انت لازم تيجي معايا، سيبيكي من الخطة اللي انت عاملاها دي عشان تستفزيني بيها. فجاي يمسك ايديه ويقول له ما تنساش ان هي طريقتك ودلوقتي خطيبتي. فيجي له مكالمة من السجن، عشيقته بتكلمه وتقول له الحقني انا مش كنت قادرة استحمل، انا خلاص تعبت، انقذني، ده كله بيحصل بسبب طليقتك. فيفتكر في كام مرة هو عاقب سو بسبب عشيقته وان هي اذت عشيقته، هو مش ندمان ان هو عمل في سو كده يعني، مش تفتكروا. فسو تاخد جي وتمشي وتعتذر من جي على المشاكل اللي حصلت بسببها معاه، وبتقوله انا عارفة اللي انت مضطر اللي انت تتجوزني بسبب التحالف اللي العيلتين عملوه، انا اسفة، انا عارفة اللي انت تستاهل واحدة احسن مني. فيمسك ايديها ويقول لها ما تقوليش الكلام ده تاني، انا جدتي جاية بكرة وهي اللي هتدينا الموافقة وهعملك فرح اسطوري ما حصلش قبل كده. هو بيمسك ايديها وبيمشي. بعد 15 يوم العشيقة بتخرج من السجن وتتفاجئ ان فانغ ليه مش اجى استقبلها، وانه باعت المساعد، فتعرف من المساعد انه بيستعد لحفلة كبيرة اللي تبع عائلة جي، وان هو لازم يروح يحضر ومعاه زوجته وان هو بيستعد. فبتلاقي ان هو عامل لها حظر، فبتكلمه من تليفون المساعد وبتقوله انت ليه مش عاوزني اللي انا اروح معاك، عاوز تاخد سو ليه، انا اللي على طول كنت بروح معاك، انت وعدتني اللي انت هتعوضني عن ال 15 يوم اللي انا سجنتهم. فما بيردش عليها وبيقفل المكالمة. سو بتكون مجهزة نفسها، واول ما بتدخل بنلاقي ان الكل بيبصلها ببص لجمالها، وفانغ بيوصل وراها اللي بيقول لها كنت عارف اللي انت هتيجي عشان تحضري معايا، لكن هي بتديله ظهرها بتقوله انا مش جاية ليك. فيمسك ايديها ويقولها انت رايحة فين، انت مفكراهم اللي هما يخلوكي تدخلي من غير الدعوة، مش هتعرفي تدخلي اللي معايا. فبتقول انا مش محتاجة دعوة، هبقى من العيلة دي. جاي بيجي وبياخدها جنبه كده، وهنا يا فانغ يقول لها يا بجحتك جايبة النصاب بتاعك ده المحتال هنا لعند عيلة جاي، هنا طبعا هيجي دلوقتي وهتشوفي ايه اللي هيحصل فيكم. فيعدل نضارته كده او يجي بده يدخل، فالحراس يمنعوهم لان هم مش معهم دعوة، وان جاي مش معروف لانه كان بيدرس في الخارج ولسه راجع. لكن بنلاقي ان العشيقة اجت وجايبة معاها تسجيل من مدير الخدم بتاع عائلة جاي، اللي قالت له ان في شخص بيحتل شخصية السيد جاي، وان هو وعدها ان هو هيجي ويمسح بكرامته الأرض وإنه هيعلقوه من رجليه. فيوصل مدير الخدم وطبعا الاتنين الفرحة مسيعاهم وبيقولوله هو ده اللي بيحتل شخصية السيد جاي، لكن بيمسكها يضربها بالقلم ويقول لها انت مجنونة، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، وبيعتذر من السيد جاي قدامهم، لكن طبعا مش بيصدقوا الكلام ده. وأول ما الجدة بتوصل العشيقة بتروح تقول لها إن في شخص هنا بيحتل شخصية السيد جاي، وإن جبت مدير الخدمة عشان أقوله لكنه ضربني لأن هم راشينه. فتقول لها ضربك مرة واحدة بس؟ قالت لها قالت لها لا ما ينفعش اديها تاني وتالت ورابع. وبعدين بتطلب من الحراس إن هم يضربوا فانغ، بينزلوا فيه طحن. هنا فانغ يقول لها في ايه، احنا جايين نحضر حفلة عيد ميلاد، مش جايين نضرب ونتهان، ده احنا قرايب يا جدة. فالجدة تبص لحفيدها وتقول ما اسمحش لأي حد يشكك في شخصية حفيدي. وهنا بيصدموا لما بيعرفوا ان جاي هو حفيدها فعلا، وان هو اقوى رجل واغنى رجل، وان سو خاطبته فعلا. ففانغي يتجنن، انت ازاي مخطوبه له، انت بتحبيني انا عارفه ان انت ما تقدريش تسيبيني، انا مش عاوز منك حاجه، ارجعي لي بس واحنا هتجوزك تاني. فبتقوله بس انت مش عندي تلزمني. والجدة بتعجبها جدا سو وبتوافق على جوازها من حفيدها. فالعشيقة تهديه وتقوله انت عاوز منها ايه، انت اصلا ما بتحبهاش، انت ناسي اللي انت بتحبني انا. قال لها ابعدي عني، انا مش عاوزك تقربي مني، انت السبب. فبتقوله انا السبب في ايه، ده انت اللي كنت بتطلقها لما انا بنزل عشان تكون معايا، عشان مش عاوزني ازعل. فسو مش تديهم اي اهتمام، لكن العشيقة بتكون غيرانة من سو لان هي مخطوبة لراجل غني، فبتقرر ان هي تشوه سمعتها وبتقول ان هي اللي اغوت مني حبيبي وخدته مني، فبتضربها سو. فالعشيقة بتكون عاوزة تضرب سو، لكن سو بتمسك ايديها وبتقول لها انت اللي كل مرة كنت بترجعي فيها بتغويه وبتاخديه مني، ودلوقتي انا مش عنتي عاوزاه، هو انا دلوقتي بقيت متطلقة، خليه معاكي لو تقدري تخليه. فهنا تضحك كده، والجدة مش يعجبها الكلام لأن هي بتشوه سمعة خطيبة حفيدها وبتطلب من الأمن إن هم يرموها بره.
وسو بتقول له انت ناسي اللي احنا متطلقين بأوراق رسمية، فيمسك الورقة ويجي مقطعها ويقول لها مفيش حاجة تثبت. فتيجي بصة لجي وتقول له اللي انا دلوقتي مخطوبة لجي وهكون مراته. فجي ينزل على رجليه ويطلب منها الجواز. فبتقول له انت قبل كده طلبته مني. قال لها كان بيني وبينك، لكن المرة دي قدام الناس كلها. ففانغ يروح البيت ويفضل يشرب وهو منهار ومتضايق. فحبيبته العشيقة بتيجي عشان تهديه، لكن بيزقها ويقول لها انت السبب، انت اللي خليتي صوتي سيبني، انت لو ما ظهرتيش في حياتي تاني ما كانتش هي سابتني. فتقوله هي مش حبيتك زي ما انا حبيتك، انا مستحيل اتخلى عنك زي ما هي عملت. وبتقرب منه لكن بيزقها على اخر ما معاه وبقول لها امشي من هنا، انا مش انت عاوزة اشوفك تاني وهقطع علاقتي بيكي وهخليكي كمان تسافري عشان ترجع لي تاني. قالت له عاوز تقطع علاقتك بيا؟ انت وعدتني اللي انت تتجوزني، انا ضيعت شبابي عليك، انا بقالي 10 سنين وانا جنبك، جاي دلوقتي تقولي انا مش عاوزك؟ فيضحك كده ويقول لها انت ما خسرتيش حاجة، انت بقالك 10 سنين معايا وانا اللي بصرف عليكي. بتمسك الازازة وبتيجي ضربها بيه على دماغه ويتنقل للمستشفى. الممرضة تقوله ان ده جرح سطحي ولازم تخرج، لكن بيقولها لا، وبتكون مصمم ان هتجيله المستشفى. وبطلب المساعد ان هو يكلمها ويعرفها. فالمساعد يقوله انا كلمتها، هي قالت لك ايه؟ هي جايه مش صح؟ سالتني لو انت مت ولا حاجه. فيفتكر لما كان بيتعب او يجرى له حاجه كانت بتجيله المستشفى وهو يرفض ان هي تفضل معاه، وكانت هي بتفضل في الممر طول الليل سهرانة وكل شوية تانية بتطمن عليه. ودلوقتي هو مستني إن هي تجيله، فيشوفها وهي معدية من قدام باب الغرفة فيجري وراها ومفكرها إن هي جاية عشانه، لكن هي بتكون مجروحة جرح صغير كده وهي بتطبخ عشان جي. وجي بيجيلها جاري عشان يطمن عليها. فهنا يطلع فانغ يتفاجئ بوجود جي معاها، ووسط ما هو عمال يتوسل لسو إن هي تسامحه وتديله فرصة إن هو يعتني بيها وإن هي ترجع له. في الوقت ده بتكون عشيقته موجودة في المستشفى وبتكون سامعة كل حاجة ومعاها السكينة بتهجم على سو بتكون عاوزة تتخلص منها، لكن فانغ بيحميها وهو اللي بياخد الضربة مكانها. وهنا ببصلها وبقول لها أنا ضحيت بحياتي عشان أنقذك، فياريت اللي انتي تديني فرصة تانية عشان أحميكي وتكوني معايا ونتجوز من دور جديد. لكن بيتعب وبتقوله إن ده جزء صغير من الدين اللي عليك لما كنت بهتم بيك، وبتسيبه وبتمشي. وبيدخل غرفة العمليات وبتكون حالته خطرة وعنده نزيف. وبيشوف الممرضة سو وبفتكر لما عيلة سو جابت له سو عشان يخلوا باله منها لأنهم كانوا مسافرين، لكن في مرة كان سكران وقضى ليلة معاها ووعدها إن هو يتجوزها عشان كده اتجوزها. ولكن كان بعملها كل مرة بأسوأ. بنشوف حفلة زفاف جاي والسيدة سو اللي بيكونوا مبسوطين جدا وإن هم أخيرا هيتجوزوا، لكن فانغ بيخرج من المستشفى قبل ما هو يتعافى بشكل كلي. هو بياخد المايك وبقول أنا مستحيل أخليكي تتجوزي حد تاني، انتي من نصيبي أنا وانتي هتتجوزيني للمرة العاشرة، والمرة دي هتكون آخر مرة، مش هسيبك تاني خالص، وأنا وعدك اللي أنا أحبك زي ما انتي بتحبيني وهخليكي على طول سعيدة. لكن هي طبعا بترفض وجيبي يطلب له الأمن عشان يخرجوه برا، لكن هنا يفاجئهم بأن هو زارع قنبلة موجودة هنا ومعاه الريموت، وإن لو سو ما طلعتش معاه دلوقتي وراحت معاه على قاعة الزفاف واتجوزوا فهيفجر المكان بكل اللي فيه. طبعا كل الموجودين بيخافوا وسو بتخاف إن هو يتهور ويعمل حاجة زي دي، لكن جي بيقول لها بصوت واطي إن هو زارع كاميرات في كل مكان وإن أكيد لو عمل حاجة أنا هعرف، فانتي روحي معاه دلوقتي لما اتأكد لو هو حاطط فعلا متفجرات زي ما هو بيقول، واطمني هو اكيد مش حاطط حاجة، وهتلاقيني جاية عند باب القاعة وباخدك عشان نكمل حفلة زفافنا. بتوافق على كلام جاي وبتروح مع فانغ اللي بيكون فرحان جدا والدنيا مستيعاه من الفرحة، وبياخدها على نفس المكان اللي هما اتجوزوا فيه اكتر من مرة. وبتفتكر الذكريات لما كانت زي العبيطة وهو يجي يقولها انا بحبك بعد كل مرة كان بيسيبها فيها، وبتفرح بالمرة اللي هو بيجيلها فيها عشان يتجوزها. وبتسأله لو انت عارف يعني ايه حب، قال لها الحب اللي انا يعني احميكي واخليكي اللي انت سعيدة واوعدك اللي انا هحبك زي ما انت بتحبيني، انت كنت عاوزاني اللي انا احبك زي ما انت بتحبيني مش صح؟ قالت له ده كان زمان كنت بتمنى ده. وبتسيبه وبتمشي لكن بيحاول ان هو يوقفها فبتزقه وبتهرب. هو بيقول لها انت رايحة فين؟ انت رايحة فين؟ انت لازم تتجوزيني انا ولا انت عاوزة تتخلي عني عشان جاي اشهر مني واغنى مني؟ قالت له الحب مش بالغنى، وهو الشخص اللي يقدر يحميني
ويخليني مطمئنة. هو جاي، بتلاقيه واقف ليها عند باب القاعة وبقول لها إن مفيش حاجة. قالت له يعني إيه؟ قال لها يعني أنا بحبك وعاوزك تكوني مراتي، وتعالي يلا عشان نكمل حفلة زفافنا. بياخدها وبيكملوا حفلة الزفاف، لكن فانغ بيتعب، وسو خلاص حلمها ابتدى ان هو يتحقق والكاهن بيقول الوعود. لكن بيجيلها مكالمة من المستشفى وبيقولوا لها اللي احنا لقينا رقمك على الصادر على تليفون السيد فانغ، وان هو دلوقتي حالته خطرة جدا، وانه بين الحياة والموت. والممرضة بتقول لها لو انتي تعرفيه تعالي عشان تكوني جنبه، لكنها بتقول لها انا معرفهوش. وقفلت الصفحة دي تماما. كده خلصنا ملخصنا. لايك وكومنت لو انتوا اول مرة تزوروني في القناة، ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس. سلام.